السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ جاي لكم في يوم جديد وفيديو جديد. كنت فين؟ كان عندي مشكلة كان لازم احلها، ما كانش ينفع اعمل حاجة تاني جنبيها. مشكلة مصير مستقبل. بخصوص المرض. المرض هو الوحيد اللي نقف عنده، لازم نقف نشوف الحل للمشكلة. لو ربنا اداك ابتلاء او مرض لازم تقف عنده وتشوف هو جاي منين، وتحاول ان انت تدور على الحل والدواء والشفاء للمرض ده. في ابتلاء في حياتي كان لازم ان انا اوقف شغلي شوية عشان احل المشكلة دي واقف جنبيها. فطبعا المرض هو الوحيد ان انت لازم لما يجي في حياتك، وده طبعا ده نصيب من عند ربنا وابتلاء، لازم تقف تشوف الحلول ليه، الشفاء، خطوات الشفاء وتمشي عليها، ما تأثرش فيها. لازم تمشي في الطريق، ما تسيبش الموضوع كده. فكان لازم ابعد شويه لغايه لما احل المشكله دي، وان شاء الله انا في طريقي لحلها. فطلبات طالبه منكم الدعاء بالشفاء ان شاء الله، وان يحل المشكله دي. قبل ما احل المشكله لازم اكون قريبه من ربنا، قربك من ربنا. وقلت كذا مره في الفيديو ان هو بيعمل المعجزات، الدعوات بتغير الاقدار. لما يكون في مشكله في حياتك، ما ينفعش انت تحلها من نفسك غير لما تكون قريب من ربنا وتقول له انا عملت كذا كذا كذا، انا محتاجاك يا رب، انا جيت لك، حل لي المشكله، اقف معايا، ساعدني، خد بايدي، نور لي طريقي، اديني الخطوات الصح اللي امشي عليها. خلي عندك امل بربنا، وخلي عندك يقين ان ربنا يخلصك من اللي انت فيه ويحل لك مشكلتك. الصدقه والاستغفار، ان انت لازم تتصدق لما يكون عندك بلاء. الصدقه والاستغفار والدعوات ديت بتحل المشكله، لان المرض الحاجه الوحيده اللي احنا ما نقدرش يعني نغير فيها غير من عند ربنا. انت بتمشي بس في الخطوات وربنا بيحلها، وربنا هو اللي بيدي الشفاء من عند ربنا. وتقول وتحمد ربنا، ولازم تعمل الواجب اللي عليك. لما توقفت شويه عن العمل عشان احل المشكله ديت، حاولت ان انا ما اقصرش، اني انا افضل ماشيه في خطوات اللي انا مطلوبه مني. اذا كان في حاجات نعملها، لازم في خطوات، انتوا عارفين الخطوات لما يكون في انسان مريض ايه الخطوات اللي احنا بنمشي عليها وبنعملها. ان شاء الله مش هنقف تاني، هنحاول ان احنا نبدا القناه تاني ونكملها تاني. وبشكر كل واحد وكل واحده سالت عليا، فانا بطمنكم عليا وبقول لكم اني انا هرجع تاني وهكمل شغلي في القناه، لان انا بحب شغلي جدا وبحب القناه. بس كان لازم اقف، يعني عندي مشاكل. فانا بطلب وراجعه اقول لكم يعني خلوا امل عندكم في الحياه. راجعه اديكم طاقه ايجابيه، واقول لكم ان لو حد وقع في مشكله ما يسيبهاش كده واقفه كده، ويقعد بقى يبكي ويعيط ويقول الاطلال ويزعلان ويقول ليه يا رب ومش ليه يا رب. لا، انت لازم تمشي في الطريق، لازم تتعب وتجتهد ان انت تحل المشكله. اولادنا نور عينينا، بوصيكوا على اولادكم. يعني كل ام لازم اقول لها ما تهمليش في اولادك، اي حاجه لازم تهتمي بيها، حاجه صغيره لازم تهتمي بيها، ولازم تلحقي الموضوع لما يكون صغير، الحقيقه قبل ما يكبر. بوصي كل ام على اولادها، ما تستهتريش باي حاجه صغيره تحصل لاولادك. اي حاجه لازم تروحي تهتمي بالكشف والدكتور، وتسالي وتديهم العلاج، وتقفي معاهم وتهتمي باكلهم وشربهم، لان اولادنا نور علينا، ما ينفعش ان احنا نقصر فيهم وربنا يحاسبنا عليهم. اتكلمت كذا مره في فيديوهات كتير عن اولادنا وازاي نهتم بيهم وازاي نراعيهم، ولسه في فيديوهات تانية كتيره هنتكلم ننصح الامهات ان هي ازاي تاخد بالها من اولادها. ان شاء الله بنحاول ان احنا نجتهد ان احنا نمشي في خطوات صح، نتعب عشان ربنا يرضينا. وخلي بالك انت مش لوحدك، يعني انت لما تكون في مشكله ما تقولش انا لوحدي. ربنا ما بيسيبش حد ابدا ولا بيضيع تعبه ابدا. اي طريق، تاكد اي طريق وخلي يقين عندك بربنا ان انت هتمشي فيه. اي طريق مهما كان، سواء انت بتشتغل، بتذاكر، بتجتهد في عملك، ام مشيت في طريق الشفاء لاولادها، ليها هي، لزوجها، لحياتها، لمستقبلها، ربنا ما بيضيعش تعب بني ادم ابدا ابدا ابدا.
لا تيأس من رحمة الله، خلي عندك يقين بربنا. ومش هطول عليكم، وإن شاء الله الأيام اللي جاية في فيديوهات حلوة هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.